السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بصحة وعافية. بالبداية قبل لا أبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومشاهدة الفيديو حتى النهاية. راح نتحدث عن تقليص اللغة العربية للصف السادس إعدادي. التربية تقرر أن تكون المواضيع القواعد في منهج اللغة العربية للصف السادس إعدادي والمؤلف حديثا وبحسب الآتي: الفرع الأدبي، الاستفهام، النفي، التوكيد، التقديم والتأخير، التعجب، المدح والذم، التمني والترجي، والعرض والتحضيض، والنداء والتحذير والإغراء. أما بالنسبة للفرع العلمي فالمواضيع هي كالآتي: الاستفهام، النفي، التوكيد، التقديم والتأخير، المدح والذم، التعجب والنداء. ويكون لهذا العام الدراسي الحالي فقط. المواضيع المحذوفة للغة العربية للصف السادس إعدادي للفرع العلمي فقط: أسلوب التمني والترجي، أسلوب العرض والتحضيض، أسلوب الإغراء والتحذير. هذه المواضيع غير داخلة للفرع العلمي الأحيائي والتطبيقي وتعتبر من أسهل المواضيع. في الختام لا تنسوا الاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم إن شاء الله، وشكرا جزيلا لكم. شكرا.